يقول: من قتل معاهدا بحجة حديث أخرج المشركين من جزيرة العرب. إخراج المشركين من جزيرة العرب لا يكون بقتلهم، وأيضا القتل ما يتولاه أي فرد من الأفراد، وإنما يتولاه الذي تولى إدخالهم ولا يتولى إخراجهم. وأما أن يقدم أحد من الناس إلى القتل بحجة الإخراج هذا ما هو إخراج، هذا قتل، هذا إسراع به إلى النار وقتل له على الكفر، وهذا لا شك أنه يعني اعتداء وظلم، والمعاهد قتله لا يجوز كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإخراج يتولاه من يتولى الإدخال، ومن أذن بالإدخال هو الذي يتولى الإخراج. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أو أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا داعي إلا مسلما، وقد بقوا إلى خلافة عمر، ما أحد من الصحابة اعتدى على أحد من هؤلاء ليقتله بحجة إخراج الكفار من جزيرة العرب، بل بقوا حتى أجلهم عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي هو ولي الأمر. وما حصل من أحد من الصحابة رضي الله عنهم أن أقدم على شيء من ذلك بأن يقتل إنسانا بحجة إخراج، ثم هذا مو إخراج، هذا إهلاك، هذا إهلاك وإتلاف وإسراع بالكافر إلى النار.